هنعمل النهاردة القراقيش المبرومة محشية عجوة. ما بنستغناش عنها لا في الفطار ولا في العشاء مع كوباية شاي، وكمان عاملاها بشكل حلو علشان نديها للولاد في اللانش بوكس يفرحوا بيها. عاملاها متوسطة القرمشة، لا هي طرية قوي ولا هي ناشفة قوي. لو عايزاها ناشفة قوي هقولك تعملي ايه جوه الفيديو. تعالي نسمي الله ونبتدي الكلام. معايا هنا نص كيلو دقيق منخول، نص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار سكر، وفي كل مرحلة نقلب، ومعلقة كبيرة خميرة ونقلب كويس. بعد كده معايا كوبايه الا ربع ماده دهنيه سمنه على زيت. لو انت عايزاها مقرمشه قوي كتري الزيت عن السمنه. انا هنا عامله الزيت قد السمنه علشان تطلع متوسطه، مش عايزاها ولا ناشفه ولا طريه. يبقى لو انت عايزاها ناشفه بتكتري الزيت عن السمنه، وبنبس كويس الدقيق بالماده الدهنيه لغايه لما بتغلف كويس. بعد كده بنعجن بكوبايه لبن دافي، ممكن نستبدلها بميه، ممكن نحط معلقتين لبن بودر ونعجن بميه، ممكن تعملي ميه على لبن. العجينه بتاعت القراقيش بتكون مش بتلزق، وعجينه جامده شويه، بتحسيها من جوه ان هي مقطعه، بتبقى مظبوطه معاكي، لا تزودي دقيق ولا تزودي سوائل. بتعجنيها بس اهم حاجه كويس لمده ربع ساعه، وبعد كده بتريحيها لمده نص ساعه في مكان دافي. معايا هنا كيلو عجوه، هحط عليه معلقه كبيره سمنه، يا تسخنيه في المقلايه في الميكروويف على 30 ثانيه، وبتقسميه على نصين، بتاخديه بتفرديه بين كيسين علشان هنفرده رقيق قوي بالشكل ده كده، رقيقة جدا. العجينة بعد ما ارتاحت لمدة نص ساعة بقسمها إلى 4 أجزاء، باخد كل جزء بعمله كورة واريحها لمدة 5 دقايق. باخد أول كورة بشتغل فيها على طول. بفرد أول كورة بين كيسين برضو رقيقة، وتاني كورة بفردها، طبعا بيكون نفس المقاس. ما بشيلش الكيس من على العجوة غير لما اتأكد ان هي قد مقاس العجينة. بشيل الكيس بقى وبعدلها، وبجيب الجزء التاني اللي فردته اول حاجة بين كيسين، وبرضو ما بشيلش الكيس غير لما بظبط المقاس. لو المقاس اقل طبعا برجع افردها تاني لغاية لما اظبط المقاس يبقى كله قد بعض. بعدلها وبشيل الاطراف الزيادة. الاطراف الزيادة دي انا عملتها قراقيش سادة. بقسم العجينة من النص، وبعد كده بعمل صوابع بالطول كده، وبديها لفة او اتنين بتتبرم معايا بكل سهولة. تعالوا نشوف تاني. بشيل الاطراف الزيادة، يعني ما طلعوش غير 5 وحدات قراقيش لان احنا عاملينها مقاسها مظبوط جدا. بقسم العجينة من النص، وبعد كده بعمل صوابع بالطول متوسطة، لا هي عريضة ولا هي رفيعة. وببرم العجينة لفة او اتنين على حسب ما هتديني بالشكل ده بكل سهولة. وهنغطيها ونسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة، وندخلها على فرن ساخن جدا. وده شكلها النهائي. طبعا محتفظة بالرسمة بتاعتها زي ما هي، والعجينة متوسطة القرمشة. وقلتلك لو انت عايزاها مقرمشة قوي شديدة يعني تبقى جامدة قوي، بتزودي الزيت اكتر من السمنة. جربيها ان شاء الله هتعجبك، والف هنا.